طب قول لي ايه الحل دلوقتي من ساعة ما فتحت المدرسة عيالك ما راحوش؟ قول لي كده. ها؟ يا ابوي انت شغل دماغك ليه؟ كيف شغل دماغي ليه؟ هقول لك. قول لي. ايه نعم. مكرم. مكرم. ايه في؟ ايه ما مالك بقاك وين مختفي من البلد؟ I'm جاي بعيد من الناس هني. ليه في من مزعلك؟ يا ابوي انا قرست بالكتب فلان قال فلان عاد. بسيرة خلق واللي جاب سيرة خلق واللي يجيب ويحط على حد. يا راجل بقي يفرحوا اللي تطلق يفرحوا. اللي تشاكر يفرحوا. اللي ضربته عربية بيفرحوا حتى في الموت بيفرحوا فعزلت وقلت مع نفسي كده. كيف ما عزلت مع نفسك؟ قلت قايل هنا اقعد انام ايه عايز ايه في رايقة؟ انت اكيد هارب من العيال من المدرسة فلوس المدارس. كثير عاد. انا حاسس بيك عارفه مش موضوع ده تخش بيه علي. بصراحة عم مصطفى. هات لي من الاخر كده. من الاخر. من الليمونه. من الليمونه زي ما انت بتقول. اقوم الصبح يا اخي اللي عاوزه 5 جنيه. اللي عاوزه 10 جنيه. واللي يقول لي يا بابا رايح الدرس. يا بابا مش عارف ايه. وانا بصراحة قلت اهرب وقعدت هنا. تهرب ما تديهمش مصاريف. ايوه انت عزيت عم حبيبي. ايه في راجل انت جاي عزياء. لما جايين في الصبح بيبكي عايزين المصاريف. اقول لهم ابوكم عيان او سافر او راح اي قبيله. عادتهم كل واحد 5 جنيه في الصبح. هم مستقلينها. قلت لك يا عم مصطفى ايه الخمسه جايبين؟ يا بصراحه حق ربنا ايه جايبه بس ايه بيدنا ايه ال5 جنيه تجيب لهم سندوتش. طب قول لي ايه الحل دلوقتي من ساعة ما فتحت المدرسة عيالك ما راحوش؟ قول لي كده. يا ابوي انت شغل دماغك ليه؟ كيف شغل دماغي ليه؟ هقول لك. قول لي. قعدت الصبح انا في المدرسه. تمام. الصبح قال لي يا بابا انا رايح المدرسه. فقلت له روح. تمام. طبعا قال عايز المصاريف. 5 جنيه اديت له والواد الثاني اديت له والبيت قالت عايزه 5. اديت لهم كل واحد 5 5 15. تمام. راحوا المدرسه يا مصطفى. بتموش ساعه وجوا يرمحوا. ليه؟ ما فيش غير البيت بس اللي قاعده. ليه جو ايه فيه؟ سالتهم اقول لهم ايه في يا بابا؟ قال يا اصل يا بابا رجعوني. قال اصل الحلقه حالك كده. قال زي ميسي. مين ميسي ده؟ طب وهي حلقه دي يعني تعليم يروح حالك زي العيال الصايعه دي يعني؟ والواد الثاني رجع. بقول له رجعت ليه؟ بقول له يا بابا عشان نفس بنطلون. قال يا كويتي كانوا ولا محمد رمضان ولا اسم غريب ما اعرفش اسمه. طب المدرسه مش ليها لبس مخصوص بيلبسوه الطلبه؟ طب ايه فيها يا عم مصطفى لو حلق له حلقه الواد يعني ايه فيها؟ ايه فيها؟ يبقى انت مبوظ العيال. هو العيل سايع السنه كلها وبيحلق السنه كلها بمزاجه وبيلبس السنه كلها ولما تفتح المدرسه يتعادلوا لهم زي بيلبسوش اللبس بتاع المدرسه ده. تمام. حلقه بتاعت المدارس. اي يا عم مصطفى طب والبنطلون ماله؟ كيف البس له بنطلون ضيق ومحزق كيف فيها؟ لا المدارس لها لبس مخصوص. يعني لو ضربوا المدرس بتروح تشتكيه انت. لا الضرب ممنوع يا عم مصطفى. يعني كيف مدرس يضرب العيل لغايه ما يتكسر دراعه ولا يكسر راسه؟ هو التعليم بالضرب. ينفع الحلقه دي؟ هو التعليم بالضرب يعني محاسن بتاعتك دي؟ والله ما حد بوظ الدنيا غير امثالك. انت مبوظ الدنيا يا راجل. عليك ساعه السنه كلها عيالك. تعال حفاهمك. تفهمني ايه بقى؟ تعال هقول لك. طب والبنت ليه اسمه تعليم. ليه البنت رجعوها؟ تربيه وتعليم يا راجل يا جاهل. طب استنى هفهمك. طب البنت ليه رجعوها؟ اقول لك انا طرحه. قال هي كانت لابسه طرحه هنيه رجعت الدعوه. طبيعي فيها الطرحه كمان. مش زي زميلها ولا مختلفه على زميلها وهبت بار مدلو. ابى طلع لك شعب بطنه بقول يا راجل روح. تعرف لو لبست محزق او لبست عبايه رجعت الدعوه دي وراح ايه فيها؟ ايه فيها يعني؟ وهي قال التعليم بالضرب. طب اما طلع ما قاعد يضرب ولدي ولا بنتي يكسر لها دراعها مدرس. طلاق ما في غير اضربه بالنار غير قدام المدرسه يعني. هو التعليم بالضرب؟ هو صح يعني العيل لو ما تعلمش راح يتعلم ازاي؟ المدرسه زي البيت الاب والام
ما احنا الغباء والله ما حد جايبني المرض غير عصبيتنا، ويا بايا ضربوني يا بايا قتلوني، والله العظيم مصطفى عنده حق.